اهلا بيكم. في الكورس ده هنتعلم دافينشي ريزولف. برنامج مهم جدا لازم يكون معاك، لان تعديل الالوان هنا خطير. لو انت عارف ادوبي بريمير او ادوبي افتر افكت او اي برنامج ايا كان بتاع المونتاج، فبرنامج دافينشي الصراحة في الالوان في حتة تانية خالص. احنا هناخد كورس كامل فيه. اتمنى انك تعمل لايك سبسكرايب، والنهارده هيبقى اول حلقة لينا، ويلا بينا. النهارده يا جماعة نتعرف على البرنامج كده ببساطة. اول ما تفتح البرنامج بيبقى شكله عامل كده، تتك كليك يمين وبروجكت سيتنج عشان نظبط اعدادات الفيديو اللي هنشتغل عليه. اول حاجه انت بتظبط الريزولوشن بتاعك حسب ما انت مصور 4K 8K زي ما انت عايز. هتلاقي الكواليتي اللي انت عايزها، نخليها زي ما هي كده ونخليها سكوير. تمام. وبعد كده هنشوف دوت التايم لاين بتاع فريم ريت. تمام، احنا بنظبط الفريم ريت حسب برضو الفيديو بتاعنا. الناس اللي مش عارفة يعني ايه فريم، بص يا صديقي، الفيديو ده عبارة عن مجموعة صور متصورة ورا بعض، فبيطلع لك فيديو. فمجموع الصور ديت الصور اللي 24 صورة مثلا في الثانية، يعني الفيديو اللي احنا مثلا هنشتغل عليه 24 صورة في الثانية الواحدة. يعني في كل ثانية 24 صورة عشان يورولك فيديو. طب ده الفريم ريت ده بيفرق في ايه؟ بيفرق في انك لو عايز تعمل سلو موشن فانت محتاج مثلا 60 فريم في الثانية، 90 فريم في الثانية. في ناس بتوصل، موبايلات بتوصل انها بتصور 960 فريم في الثانية الواحدة. فده بيدي في سلو موشن أحسن وفاست موشن أحسن. بس أكتر حاجة يعني سلو موشن، بيبقى السلو موشن سلس كده وجميل. لكن لو انت مثلا عملت سلو موشن على 24 فريم في الثانية هيبقى زي الزفت الصراحة، وهيبقى تحس ان صور كده متقطعة، مش هيبقى أحسن حاجة. المهم يعني احنا مش محتاجين أي حاجة تانية من هنا، وكل حاجة مظبوطة تمام. مش محتاج اعدل اي حاجة، بس ممكن نعدل هنا مثلا نخليه 29 فريم في الثانية ونتك سيف، وهنقول له نيو بروجكت. هيقول لي انت عايز تسيف البروجكت القديم؟ اقول له لا، انا عايز اعمل بروجكت جديد اسميه اسلام مندو. اتك كريت. فتح معايا بيقول لي في اصدار جديد، اقول له سكيب ناو. وانا جاي النهارده نتعرف على اول حاجه وهي الميديا. الميديا دي يا جماعه هي اللي بنحط فيها الماتيريال بتاعتنا كلها، وده الجهاز بتاعنا اللي هنسحب من عليه الماتيريال. وتاني ورك سبيس معانا وهي الكات ده لو انت عايز تعمل فيديو صغير، شورتز، الريلز، اي حاجه، فيديو للانستجرام، فيديو للتيك توك، ايا كان، عايز تقطع حاجه سريعه كده وبسيطه، فانت ممكن تستخدم كات. اديت بقى دي الواجهه الكبيره بتاعتنا اللي هنبدا نعمل عليها كل الشغل بتاعنا، وهنتعرف عليها في الكورس بتاعنا دوت كله. دي الواجهه الكبيره بتاعتنا اللي هيتعمل فيها اديت ضخم جدا للمشروع بتاعنا وللكورس بتاعنا. وبعد كده فيوجن. والفيوجن ده يا جماعة ده بتقدر تعمل عليه شغل الانيميشن. زي مثلا تقدر تقول كده افتر افكت بتاع دافنشي. الموضوع هنا لذيذ قوي في انك بتظبط كل حاجة زي ما كنت تشتغل مثلا على افتر افكت بالظبط يعني. وخاصة ولو هنتكلم على افتر افكت، فانا في كورس افتر افكت عندي على القناة لازم تتفرج عليه. وبعد كده بقى الكلر يا جماعة بحر ما بيخلصش. دافنشي بالذات الكلر صدقوني في حتة تانية خالص، حرفيا من افضل البرامج اللي تقدر تعمل عليها تعدل عليها الالوان. بجد تحفة برنامج دافنشي في حوار الكلر ده بالذات. فير لايت هنا دوت تقدر تقول عليه ادوبي ايديشن كده، او تقدر تقول عليه لتعديل الاصوات، او تظبط الصوت عليه من خلال الواجهة ديت. واخر واجهة معانا وهي دلايفر هنا تقدر تخرج منها الفيديو بتاعك. خلاص انت كده سحبت الميديا. لو عايز تعمل فيديو سريع تقدر. بعد كده عملت له ايديت، بعد كده عملت له شوية انيميشن وشوية شغل وحركات زي الافتر افكت كده. بعد كده لونت الفيديو بتاعك، ظبطت الصوت بتاعك، بعد كده تخرجه. وكده اتعرفنا على مبدئيا كده الدافنشي ريزولف معانا. وانا اسلام مندو بعلمك الدافنشي من تحت الصفر للاحتراف. اتمنى انك تتابع الكورس معايا لحد الاخر،
تنسانيش في لايك سبسكرايب. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو ده، ولازم تتفرج على الفيديوهات الجايه عشان تحترف فيه. دلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.